كسفا سرمدا وبه جاءت غبلا وأفناهم بمرضاحي خاني الموت والأمراض يرفعني بالروح والجسم للجنات والراحي متى بير تحاجا نلت مطلبتي بيمتلى الخلق مني ثم أقضاحي وذي الكريم الذي لي زاخ كرما إذا بي وديون المدح بحباهي ذي الكريم الذي لي زاخ كرما إذا بي وديون المدح بحباحي للمصطفى خدمة مني سنين بلا خس واعتخني إحفاق صفاحي إني تلاوة ما جاء الأمين به إلى الأمين الذي ربى بإصلاحي يقول لله بالمختار في أبد فوق المنى وبه لله إرقاحي أجت جل أعواما وملكني ربي وملكني خير الورى الماحي طوبي وبيعي وأهدي قبل مع ملكي يا من بي كنت لي في كل متياحي اللهم صل على سيدنا محمد الفاضل لما أغلق والخاتم لما شبخ ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وهب لي اليوم جميع ما كنت أرجوه منك بلا ظلم أبدا بجاهه عليه الصلاة والسلام إنك أنت الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل باطل وقد أعاذني الله تبارك وتعالى من جميع ذلك فله الحمد ولك الشكر وله الحمد والشكر على ما هنالك بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وقد أفلح اليوم من استعليه وهب لله لسان العربي ولي بي قد خاد خير الخرب عدلي القرآن باخ عن سلا وكل من نحى لذري عن سلا دعا مدادي وقلام يوما للخط ذكور من كفاني اللوما أمنني الباغي من المكاره ولا ربي لم يكن بكاره فداني الحي الذي ليس يموت بمخرجيا وهو المبخي المميت ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأعلكنا المسرفين قد تبين لكل كافر كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول خاد لي الدارين خير رسولي أنالني حبي جند الله كوني مع الأبرار إن الله قد تبين لكل ذي نفاق أن تجارتي فاخت النفاق يقودني الإيمان والإسلام لله والإحسان لا ألام أجعني ابن ربيع الأولي والرمضان من أخير أولي مدلي المولد مالي مضى من مالك رب الورى فامتدى ملكني سر صيام البركات
وذكنات يهتدت والحركات نحاني البقاء والتبصير مثل الجميل خالد البصير أكرمني الأمين بالأمين وبالأمين فزت بالتأمين سعادتي بلا معاء كتبت في اللون رأبي وفي إن كتبت ترسي عن العناء والسخاء كوني عند الله ذي البخاء ترسي عن العناء والسخاء كوني عند الله ذي البخاء عدني الأكرم بالأمين وبالأمين ذوي التأمين لم يخف أني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بسكري وما لي معه اختاره رسل أقوما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب للقرآن من لدنه ونعم الأكرم وقد آتيناك منه وجهت رب العالمين ذاكرا لو بذكري الحكيم ذاكرا عدا لي القرآن غير المنزلين وقادوا إلي خير المرسلين دلني الباخي على محمد وغادني ما حيل ربي سمدي آتاني ذكر الحكيم من جعل كل خدمة النبي فانجعل أذكر ربي بعد عمدي يخلد على الذي لي آتب من خلد أذكر ربي بعد عمدي يخلد على الذي لي تاب فيه الخلد ارسي عن الأفوك والتخمين كوني خديم المنتخى الأمين خذني الله إلى خير الورى والمنتقى لي خاد من صورا ياتينا الورى إلى سواء دري باخ سبه كلهم سواء نفاس ياتينا الورى إلى سواء دري باخ سبه كلهم سواء حبني الله بلا مكر ولا سخط وكل عليه عولا كن فيكون خاد لي من فلا أعبد غيره ودري أفلا دلي الصحة مغن خادر باخ فلي مغتار يبادر أويت إرضاء إلهي ذاكرا لو بسكري الحكيم ذاكرا لدنا ذكرا فقلت حبا وكرامة سخلا بي من يوم قبضي هذه القصيدة طالبا منه تبارك وتعالى أن لا يترك داخلا عنه أو عاقلا عنه متوجها إلي أبدا آمين يا رب العالمين. واحفظ كليتي من توجه شيء منها إلى غير ذاك ومن توجه شيء غير ذاك إلى شيء منها أبدا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خضاتيناك من وجهت ربي يا خليلي الحبيب وبسوى نحوي يظل الطبيب. واجهت ربي الخليل واجهت ربي يا خليلي الحبيب
وبسوى نحوه يذغل الطبيب طلوع كليتي في سري والجار فائدا بغير